الكبدة الجملي اللي ما كانش ليها سعر دلوقتي بقت بشيء وشويات، ولسه نشوف منك يا زمان. عاملين ايه يا حبايبي واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل كفتة رز، وهنعمل رز بالشعرية. تمام، بس الكفتة بتاعتي مختلفة شوية. اهي قدامكم لوحة بتتحدث عن نفسها، لوحة فنية. احنا نختلف عن الاخرين. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. ما تنسيش تصلي على يشفع فيكي. الكفتة بتاعتك مصبعوها، هتبدأي تقلي الكفتة بتاعتك. لو وصلت المرحلة دي ما تبخليش عليا تدخلي على حكاية شيرين في المطبخ على اليوتيوب، وصفحة شيرين الحداد على الفيسبوك. ايه اللي جرى يا جماعة للدنيا؟ ايه اللي جرى الاسعار اللي احنا بنسمع عنها دي؟ ايه اللي احنا فيه دهوت؟ يعني لما اجيب اعمل نص كيلو كفتة رز تكلفنا اكتر من 300 جنيه. ليه يعني؟ ليه؟ حرام ولا حلال يعني ده كمان نص كيلو، مش هقول لكم عامله كيلو ولا حاجه. ربنا يرحمنا برحمته، واحنا عايشين والله يا جماعه ببركه ربنا. انتوا لو حسبتها بالورقه والقلم هتلاقوا الحسابات، يعني الفلوس زياده عن الفلوس اللي بتتصرف. هي دي بركه ربنا. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. بنحمر الكفته بتاعتنا وبوريها لكم اهيت. تمام، خلص الكميه بتاعتك هنشوف هنعمل ايه بعد كده. بقول لكم الخطوات واحده واحده. كانت الكفته ريحتها حلوه جدا جدا، وانا عندي عيالي بيحبوا ياكلوها كده، وقعدوا يلقطوا منها وكده. يعني اهو عيال، هنعمل ايه بقى؟ ربنا يا ربنا كده يطمنا على الثانويه العامه، وربنا يطمنا على العيال قاعدين في توتر نفسي، وربنا يطمن اهاليهم يا رب، ويكبر بخاطر الناس كلها يا رب، واحنا من الضمن يا رب. معايا حلة على النار فيها معلقتين زيت ما تكتروش، ومعايا بصلايه ضربها كويس او مقطعها على ايديكي زي انت ما حابه. معاكي معلقه توم محترمه. تمام، حطي كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها، وشمي التوم مع البصلايه بقى. انا بعشق الريحه دي، بعشق التوم مع البصل. الريحه دي بتعمل لي احلى دماغ. ما تبخليش عليا بالصلاه على اللي يشفع فيك اليوم الدين، وتعملي لي لايك، وادعي لي دعوه حلوه كده براحه البال. ادي معلقه التوم اهيت، وابدا اقلبي كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها. معاكي الطماطم بتاعتك ضربها كويس في الخلاط على حسب الكميه اللي انت عاوزاها. انا بقولك الفكره وانت اعملي الكميه اللي انت حباها. هنزل بالبصلايه كده والثوم، هنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربتها فين في الخلاط بتاعتي او في الكبه ايا كان اهيت. وهننزل كده بمعلقتين كبار او 3 معالق كده صلصه، وهنبدأ نديها غلوتين كده حلوين مع بعض. طبعا انا هنا زودت الطماطم. ومعاكي بطاطايتين كبار زي انت محبة بردك، تقطعيهم مكعبات تخينة عشان بردك لما تيجي تستوي مع الكفتة. تمام، ابدأي بهاري يا فوزية. معاكي فلفل اسود، معاكي حباين. طبعا الكفتة اللي انت عاملاها مبهراها، حاطه لها ملح وكمون بهارات و7 بهارات وشطه والكلام ده كله. طبعا احنا عارفين الكفته بتتعمل ازاي. انا مش هكتر هنا التوابل، وحطيت معلقتين كده محترمين سكر عشان يوازوا طعم الملح بتاعنا. وهنبدأ نملح. ادي البهارات بتاعتي: فلفل اسود 7 شوية، قولوا معايا حبهان مطحون. تمام، معلقتين سكر، الملح. ابدأي ادي خلوتين كده للبطاطس دهيت قبل ما تنزلي الكفتة بتاعتك. اديناها غلوتين كده اهيت، حتى هتلاقوا كده صلصة اتسبكت معانا اهي، نقصت. هتبدأي تنزلي عليها بالكفتة اللي انت عاملاها. موضوع سهل خالص جدا، يعني مما لا تتخيلوا. يعني موضوع يعني مش صعب للناس اللي بتخاف تدخل المطبخ.
خليكي قوية كده وجريئة، وادخلي وتعلمي، تبوظ مرة تتصلح التانية. ابدأي قلبي كل الحاجات الحلوة ده. بصوا الصلصة عاملة ازاي البطاطس. في ناس بتعملها كفتة بس، تمام، بس انا جوزي واخد على البطاطس في قلب الكفتة على حسب التعود اللي هو تعوده يعني. وادي احلى كفتة ببطاطس. وعملت شوية رز بشعرية بألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش لايك وشير. باي باي.